في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. قصاد عيني في كل صباح النور سيد حاتم. هو كانت العرض تبع امبارح، ايه رأيك فيه؟ عرض تبع امبارح واو بجد انا عجبتني قوي. بخصوص العرض تبع امبارح انا قلت لك انه لازم نبلش نعمل عروض للرجاله والنساء، تمام؟ يعني ممكن نعطي شويه ستايلات كده، بنلبس ستايل شبه ستايل تبع البنت، يعني ممكن نقول شبه بعض يعني، وبيلبسوا شاب وبنت. إن احنا قلنا امبارح كده. وانتي شو رأيك؟ فكرتي في الموضوع؟ ايوه فكرت في الموضوع ومره حلو، عجبني قوي. ممكن نعرضه ونبلش نعمل فساتين، وكمان لبس رجاله يعني بيكون شبه شويه لبس البنات. مش يعني لبس البنات، يعني بيكون ممكن نقول يعني انا لابس يعني لبسه وهو كمان يلبس نفس اللبسه كده. مش يعني بستايل ولد كده قصدي. المهم عجبتني قوي الفكره، وممكن نجربها. يعني هي فكره حلوه قوي، وانا حقيقة عجبتني وممكن نجربها يعني، بس لازم تختاري بسرعة يعني. في شخص كده بيعرض معايا اللبسة يعني. وايه رأيك؟ الشخص ده واقف جنبك، ده امين، هيعرض اللبس تبع الرجالة وانت هتعرضي لبس النساء، ايه رأيك؟ طبعا لو انت شايف كده اكيد هنعمله. طبعا لازم اول اشي يتدرب شوية عشان يعرف كيف الخطوات تبع العرض الازياء، وده مهم قوي لازم يكون في العرض. انتي عرضت ازياء ليه؟ مو انتي بتدربيه؟ دي حاجة حلوة قوي انكم تتعرفوا على بعض اكتر واكتر، ايه رأيك؟ تمام، ده من حسن تصرفك يا سيد حاتم. اكيد هدربه وراح اعلمه شوية. تمام. عن اذنكم يلا. كيف راح ادربه؟ انا كيف راح اعمل كده؟ يا ربي، شو راح اعمل؟ شو اتصرف انا؟ خليني اتهدى شوية ولازم افكر في الموضوع. بس كيف راح اكون انا وياه في نفس الغرفة وكمان ادربه انا؟ كيف راح يكون ده؟ يا ربي بس ساعدني يا رب. ده بيفكرني في انا الحقيقية. شايفة يا ريتاش؟ شايفة كيف حققتي حلمك؟ بقيتي عرضة ازياء، وهسه انتي عم تعملي وتعرضي الازياء كلها. ده كتابي المفضل، كنت بقراه دايما لما كنت صغيرة، وحتى لو كبرت لساتني بقراه، ولساتني فخورة بنفسي ان انا حققت حلمي. انا لازم اروح الان، اكيد ريما منتظرتني. اوه، من امبارح ما شفتهاش. خليني اروح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كتاب تبع موضة. انا بتذكر اني شفت الكتاب ده من زمان. ايوه، ده كتاب بريتاج. ايه اللي وصله هنا؟ انا لازم اعرف كتاب مين ده. سيدة شيرين. نعم، في مشكلة؟ آه ده كتابك؟ انا شفته هناك على الطاولة، بلكي طلع كتابك يعني. هو كتاب موضة. لو كتابك تفضلي. ايوه ده كتابي، شكرا قوي نسيته. ده من حسن تصرفك يا سيد امين. يلا مع السلامة، انا الان مشغولة شوية، يلا مع السلامة. انا عايز اعرف إيه اللي جاب الكتاب ده، هو اصلا كتاب ريتاش، إيه اللي جابه على عند البنت دي؟ لازم اعرف. بس ممكن انها تكون هي اصلا عارضة ازياء. طبعا ممكن انها تقرا الكتاب عارضة ازياء، بس يعني انا شاكك بحاجة، شاكك انه البنت دي لها علاقة بريتاش، مش عارف كيف. انا لازم اعرف الحقيقة، لازم. انا كمان لما افضل جنبها بحس شعور مش عادي، شعور كأني بعرفها من زمان، بس في نفس الوقت اني معرفهاش ابدا، ولا عمري شفتها في حياتي. ده لازم اعرف الحقيقة، انا لازم اعرفها. هيعرف كل حاجة، ده كان هيعرف ان انا رتاش. انا ما اقدرش اقول له، ما اقدرش اواجهه واقول له ان انا رتاش. انا قلتلك من زمان، قلتلك من امبارح انه معاد تجيني مرة تانية، عشان انا ما اقدرش اقولك كل ده. ده مستحيل، دي سجلات موجودة في مستشفيانا من زمان، وانا مستحيل اقدر اورجيك اياها.
طبعا مستحيل 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 ممكن تطلعي يا مدام، انا قالي زمان وبقولك ممكن تطلعي. ترجاكي دي حاجات مهمه قوي، دي فيها موت او حياه، انا لازم اعرف مين بابا وماما الحقيقيين. بترجاكي ساعديني بس شويه، دي سجل وبس اني اشوفه ان انت اتولدت في اي يوم، ده حاجه. بترجاكي انا عايزه اعرف انت اتولدت في المستشفى ده، ومين الام اللي اتولدت باسم مين. بترجاكي قولي لي الحقيقه، انا عايزه اعرف كل السجلات. ورجيني السجل، لو مش هتورجيني السجل انا هقدم فيكي شكوى. حتى لو قدمتي شكوى انا هقدم عليكي شكوى، مو انت تقدمي شكوى ليه؟ ده مستحيل يا بنت، انا ما اقدرش اوريكي كل ده، ده مستحيل، ده سجلات قديمه قوي في المستشفى تبعنا، مستحيل اقدر اوريكي اياها. شفتي لو وريتك اي سجل من السجلات القديمه انا هتعاقب، انا هروح السجن واتسجن عشانك انت. يعني ممكن تطلعي يا مدام والا هستدعي القوه. ايما انت شو عم تسوي هنا؟ ليش جايه عند المستشفى؟ انا هنا دي حاجه مهمه، انا كنت يعني ماخده شويه برد وجيت لهنا. انا الي فتره كتير ما شفتكش. سمعت بك اتجوزت صح؟ ايوه بس انتي، انا كمان الي فتره كتير ما شفتكش كده، الي يعني ممكن نقول سنه او شويه كده. شو عم بتسوي؟ ممكن اسالك شويه سؤالات؟ الحمد لله اني شفتك، فممكن اسالك شويه سؤالات زي ايه يعني؟ انا لازم اروح عشان انا عندي مشوار كتير مهم ولازم اروح. يلا مع السلامه. هني بس شويه يعني شويه اسئله كده يعني. هو انت بتعرفي حاجه عن ريتاج؟ ريتاج؟ انت كأنه ما سمعتش الخبر. ريتاج ماتت من زمان. ريتاج إلها سنة وهي ميتة ومفقودة، يعني ما نعرفش هي ميتة أو عايشة، بس هي مفقودة يعني ما نعرفش عليها أي حاجة. لا مؤاخذة، أنا ما أعرفش أي حاجة. أنا لازم أروح بسرعة عشان إني حاجات مهمة قوي. يلا لازم أروح. أنا عارف إن أنتي بتعرفي حاجة مهمة بس مش عايزة تقوليلي. بترجاكي قوليلي بس حاجة يخليني أعرف اللي هي ريتاج موجودة أو لا. انا كمان معرفش. خلاص يلا لازم اروح. انتظري بس شويه، خبريني يلا، انا عارف ان انت بتعرفي حاجه مهمه. يلا بترجاكي قوليلي بس حتى لو حاجه او لغز كده صغير عشان اعرف بيه انه ريتاج لساتها موجوده هنا. انا معرفش، وما تضغطش عليا كمان، انا معرفش اي حاجه، وما تسالنيش كمان اي اسئله تانية. انا مش بعرف اي حاجه، بس يعني تمام. ريتاج لساتها على قيد الحياه، بس انت مش هتعرف وجودها ابدا، مش هتعرفها ابدا. ويلا مع السلامة. شو ده الكلام؟ شو يعني ريتاج على قيد الحياة وانا مش هعرفها ابدا؟ كيف يعني؟ انا عايزة اسألك سؤال. هو في سجل هنا، السجل وفاة يعني شهادة وفاة باسم ريتاج؟ شهادة وفاة باسم ريتاج في اي تاريخ يعني؟ إلها سنة من ميتها. ممكن تعطيني سجل وفاتها او شهادة وفاة؟ لا احنا ما عندناش شهادة وفاة بالاسم ده، ما عندناش احنا هنا. مش عارفة، بلكي في مستشفى تاني يعني. اتأكد شوية من المستشفى، واحنا ما عندناش اي سجل يعني بالتاريخ ده وبالاسم ده. تمام يلا. مع السلامة. يعني ده يدل ان ريتاج على قيد الحياة. قدرت تدخل في الليل هنا. انا لازم ادور بسرعة على السجل قبل ما تيجي اي حدا. يا رب يا ربي ساعدني بس عشان الاقي السجل ده. ايه؟ لا ده مش نفس السجل، خليني اشوف ده. لا ده، لا مش ده. يا ربي ايه ده السجلات؟ لا ده مش السجل. لا خليني ادخل لغرفة الدكتورة، بلكي قال هناك. وين راح الاقي السجل ده؟ خليني اشوف ده. لا ده مش هنا، خليني ادور هنا. لا بقى بس السجل ده. ايوه ده هو، ده نفس التاريخ اللي، ايوه باسم مين بس؟ خليني اشوف. ايه باسم المرضي؟ لا مستحيل، ده مستحيل ابدا. نفس تاريخ الولادة تبعي. لا ده اكيد في حاجة خطأ، ده اكيد في حاجة خطأ. دي مديرتي يعني المديرة هي ماما. هي في الأصل ماما.
ماما أنا؟ لا ده مستحيل، مستحيل، ده أكيد في حاجة خطأ. لا أنا مش مصدقة خالص، مش مصدقة، مش مصدقة، ده مستحيل. كيف إنه المرة دي هي ماما؟ لا طيب ليه سبتيني؟ ليه خلتني كده؟ أنا كنت عارفة، أنا كنت حاسة إنها هي ماما، كنت حاسة فعلا هي ماما، بس ليه سابتني؟ ليه خلتني عايشة العيشة دي؟ أنا لازم أروح أقول لها، لازم تعرف إن أنا بنتها. بس كيف رح أواجهها؟ كيف رح أقول لها إن أنا بنتك الحقيقية؟ أنا تاجوينك، مش مصدقة اللي قلتيه. فعلا المديرة تبعك هي أمك الحقيقية؟ ده مش عادي أصلا. المهم إن انتي لقيتي أمك الحقيقية يا ريما، انتي لازم تروحي تخبريها بالحقيقة. يلا تشجعي وروحي. ما أقدرش يا ريتاز، ما أقدرش، ده صعب عليا قوي. هي اللي سابتني، ليش خلتني أعيش العيشة الوحشة دي؟ ليه؟ أنا مش مصدقة بالحقيقة تظهر هي ماما، وإنها حكت لي كل حاجة قدامي، بس أنا معرفتش وما ركزتش معاها. قالت إن أنا سبت بنتي بس عند مشاكل، يعني بابا كان عم يضربها بيعنفها. لا ده السبب هي سابتني. بس ليه كانت سابتني؟ ليه ما دورتش عليا؟ بس هي صح قالت إنها دورت عليا، بس ده مش مبرر إنها تنساني طول حياتها. ده صعب قوي عارفة يا ريما، بس انتي ان شاء الله انتي مرة قوية قوي، وانتي هتتجاوزي كل الصعوبات دي. انا بعرفك يا ريما، انتي قوية قوي، والحمد لله انك عرفتي الحقيقة وخلاص. الحمد لله ان عرفتي مين مامتك الحقيقية، وراح تلاقي معاها مرة تانية، وكمان تحضنيها لأول مرة في حياتك. المفروض تفرحي ما تبكيش، انا معاكي. يلا افرحي ورجيني ابتسامتك الحلوة يا ريما. يلا يا حبيبتي، انا هروح معاكي وخبرها بكل حاجة، ولازم تعرف كل حاجة. يلا ابتسمي شوية واضحكي، ما تبكيش يا حياتي، انا معاكي. ريتاج هي هتحبني، اكيد هتحبك. هي ما قالتلكش انها عايزة تشوفك في الحقيقة؟ هي ما قالتش انها عايزة تشوف بنتها في الحياة وتحضنها؟ يلا روحي لها، يلا المفروض تفرحي شوية. يلا يا ريما خلينا نروح لها. ماما ايه؟ أنا بنتك الحقيقية يا ماما، أنا ريما يا ماما، أنا بنتك الحقيقية اللي سبتيها قدام بيت البيت ده. أنا عرفت الحقيقة كلها يا ماما. انتي إيه اللي بتقوليه يا ريما؟ ايه ده اللي بتقوليه؟ ايه ده اللي بتقوليه؟ بترجاكي قولي ايه ده اللي بتقوليه. خدي اقري السجل ده، اعطيني ده. ريما بنتك الحقيقية، احضنيها يلا، دي بنتك الحقيقية. ريما تعالي. انا اسفة قوي، ان انا سبتك يا روحي. انا ما كنتش عارفة ان انتي بنتي، ما كنتش عارفة. انا حسيت بحاجة، حاسة ان انا بعرفك، كنت عندي احساس ان انتي بنتي. انا عملتك برفقة عشان انا حسيت احساس ان انا بعرفك من زمان، مش عارفة كيف. ماما اتمنى يصير معايا كل ده، بس مع امين فضلت قريبة منه كتير. انا لازم اجمع معلومات مهمة عن البنت دي شيرين. انا راح اعرف الحقيقة، اعرفك مين انتي ومن وين جيتي ومين اهلك وابوكي. لازم اعرف كل حاجة. انا مروة، اكيد هعرف كل حاجة بسهولة. في يوم هنعود ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بينا وعود.